ريال مدريد دخل الماتش وهو مفكر ان بايرن ميونخ جاي يسلم عليه. طلع بايرن ميونخ بيقول له هاتوا اللي عندكم بسرعه. بص يا صاحبي، الماتش ده كان زي الخناقه اللي في الشارع، واحد جاي يسلك والتاني بيقول له طب خد دي الاول. بايرن ميونخ كان بيلعب ضغط عالي، وريال مدريد حرفيا كان مخضوض من اللي هو شايفه. وهاري كين كان بيقول للدفاع بتاع ريال مدريد اوعوا كده عشان انا جاي اخلص الماتش بسرعه وعندي مشوار. والدفاع بتاع ريال مدريد تحسه كان بيقول له ايه يا عم اتفضل تعالى خش عدي عدي عدي، عايز تجيب جون تعالى عدي عدي. رغم كل اللي احنا شفناه دوت ورغم النتيجه ورغم كل حاجه، انت عارف ايه اكتر حاجه كانت عجباني في الماتش؟ اللي عجباني الواد اللي اسمه فينيسيوس جونيور دوت، ده حرفيا عمل كل حاجه في الماتش. حرفيا فينيسيوس دوت كان ناقص بس يروح يطبخ لهم ويغسل لهم اللبس بتاعهم في البيت. انا مش عارف ايه ده. وبايرن ميونخ حرفيا كان بيستغل اي فرصه، اي فرصه جون على طول. ريال مدريد 3 فرص، احنا بقى قاعدين كمشجعين بنقول يا كانت جايه اهي. والموضوع ده ببساطه ان بايرن ميونخ لعبت كوره، وريال مدريد كان بيقول يا رب، اللعيبه كانت بتقول يا رب وبتدعي ربنا ان هي تكسب او تطلع متعادله. حتى بايرن ميونخ كان بيضغط، وريال مدريد كانت اللعيبه بتاعتها كلها بتقول يا رب ارحم يا رب استر. كانوا لاعبين بالبركه بمعنى الكلمه. انا مدريد اهو وبقول لك ان اللعيبه بتاعتنا كانوا بيلعبوا بالبركه. انا مش عارف ايه العداء الزفت اللي هم مقدمينه دوت. والمشكله ان مش الريال وحشه، لا، المشكله ان باير بتلعب كوره واحنا قاعدين بنتفرج. انا مش عارف هي المشكله مننا احنا ولا المشكله فيهم هم. دلوقتي بقى السؤال لك انت، قول لي بقى لو انت كنت مكان المدرب دوت كنت هتعمل ايه؟ وبقولها لكم تاني، واللي هيتوقع نتيجه المباراه بتاعت الماتش اللي جاي وربنا هيكسب معانا جايزه حقيقيه. بس اهم حاجه تتوقع النتيجه صح وتكتب اسمك، واهم حاجه وصلوا الفيديو ده بس ل 100 لايك، وانا هعلن عن الفائز على طول بعد المباراه اللي جايه.